اخواتي وحبايبي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم. كلنا طبعا عارفين الملك توت عنخ امون، وده غني عن التعريف ويعتبر من اشهر الفراعنة شهرة بسبب مقبرته وكنوزه. لكن في شيء غريب اتوجد معاه في المقبرة، وده حيرت العلماء، فما بالك احنا بقى لازم تحيرنا احنا كمان. لكن الاول خلينا نتكلم عن الملك توت عنخ امون. هو احد فراعنة الاسرة المصرية ال18 في تاريخ مصر القديم، وكان فرعون مصر من سنة 1334 قبل الميلاد إلى 1325 قبل الميلاد. الملك توت يعتبر من أشهر ملوك الفراعنة لأسباب لا تتعلق بإنجازات حققها أو حروب انتصر فيها، ولا حتى بنى معبد ولا حتى هرم زي الملوك الفراعنة السابقين، لكن اكتسب شهرته بسبب اكتشاف مقبرته وكنوزه دون أي تلف، فأصبح الفرعون الأشهر على الإطلاق بسبب المقبرة لأنها ما اتسرقتش. بص يا عم البلد معايا هنا بقى، في لغز في ظروف وفاته. اعتبر كتير من العلماء وفاة فرعون في سن صغير أمر غير طبيعي، وخاصة مع وجود آثار لكسور في عظمة الفخذ والجمجمة، وزواج وزيره من أرملته بعد وفاته، وتنصيب نفسه فرعون أمر غير طبيعي. كل هذه الأحداث الغامضة وأسطورة لعنة الفراعنة المرتبطة بمقبرة الملك توت عنخ آمون اللي استخدمت في الأفلام وألعاب الفيديو جعلت من الملك توت عنخ آمون أشهر الفراعنة لألغاز وأسئلة لا تزال بلا جواب. واعتبر البعض سر وفاته من أقدم الاغتيالات في تاريخ الإنسانية. والملك توت عنخ آمون توفى في سن صغير 19 سنة، ودفن في مقبرة وادي الملوك، ورقم المقبرة بتاعته 62. كل الكلام ده جميل يا ابو بطة، لكن في حاجة غريبة اتوجدت في مقبرته، ودي حيرت العلماء. امال احنا بقى هنعمل ايه؟ المهم هنا بقى نيجي يا عم الناس لزتونة الموضوع. بيقول هوارد كارتر في مذكراته، وده مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون، كتب انه تم تحنيطه وقضيبه منتصب، وهو امر متعمد من قبل المحنطين. بعد كده اثناء الفحص اللي عمله كارتر وعالم التشريح دوغلاس ديري، انكسر القضيب واجزاء من الجسد، وانفصل القضيب المحنط لمومياء الملك توت عنخ آمون. الغريب ان المحنطين كانوا ظابطينه على زاوية 90 درجة، ولحد دلوقتي محدش عارف عملوها ازاي، وما نعرفش ولا فرعون تاني جه بعد الملك توت عنخ آمون اندفن بالطريقة دي. وهنا بقى يا سيد البلد والناس، بتقول عالمة المصريات سليمة إكرام إنها لم ترى أي مومياء مصرية أخرى مدفونة وهي منتصبة مثل الملك توت عنخ آمون. طيب يا ست الكل، الحمد لله إنها جت على قد الملك توت عنخ آمون بس. وقالت كمان إن صور القضيب المنتصب للملك توت عنخ آمون أوزوريس في أقوى لحظاته التجددية، وهي سمة من سماته لأنه كان مرتبط بالخصوبة والولادة والتجدد. لذلك ممكن القضيب المنتصب رمز للملك المرتبط بالإله القديم أوزوريس. هي اللي بتقول كما أشارت إن الملك توت تم تمثيله في حياته على هيئة الإله حورس، لذلك لا يستبعد أن يتم تمثيله في صورة أوزوريس بعد وفاته. واختلف آراء العلماء حول القضيب المنتصب للملك توت عنخ آمون. في علماء قالوا إن تم استبدال قضيب الملك بقضيب آخر منتصب ليدل على سيادة الملك وقوته وانتصاره حتى بعد الموت. وسيظل لغز القضيب المنتصب سر لم يكشف عنه بعد. وزي ما قلت لحضرتك في أول الفيديو إن في أسرار كتير أوي في علم المصريات حيرت العلماء، ما بالك إحنا. وفي علماء قالوا إن سر القضيب المنتصب ده أخمد ثورة شعبية بعد وفاة الملك، والعلم عند الله. بعدين يا عم الدنيا، انت سايب الخنجر وسايب القناع وسايب ال5000 قطعة أثرية وجاي تمسك في حكاية القضيب المنتصب؟ فوتها وعديها، ركز في الحاجات الأهم. لو لسه مكمل معانا لنهاية الفيديو، ياريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتتابعنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي. أشوفكم على خير، مع السلامة.